السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى صينية جلاش حلويات من غير حشو، من غير أي حاجة، وعمايلها بسيطة جدا. ويعني والله العظيم بتتعمل في أقل، يعني في 10 دقايق، كلها 10 دقايق، ما بتاخدش وقت أصلا، حتى في الفرن ما بياخدش وقت. وقبل ما نروح كده على شرح الفيديو كده، عايزين لايك، اشتراك، تفعيل الجرس، عايزين اشتراكات كتير جدا، وعايزين تعليقات، يعني عايزين القناة كده تكبر بيكم بإذن الله. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده انا هعمل ايه؟ هعمل حاجة حلوة جميلة جدا للبيت. عندي بتاعت جلاشة اهي، وعندي صينية مدهونة اهي. هنعمل ايه؟ هنرص الجلاش كله فوق بعض، يعني خطوة خطوة مع بعض كده، وهنعمل احلى صينية يعني جلاش من غير مش محشية اي حاجة، جميلة جدا. وانت هتعمليها، وكنت بعملها على طول في المائدة الرمضانية، بتبقى جميلة جدا. حلويات، كنوع حلويات. يلا واحدة واحدة كده هنشوف هنعمل ايه. طبعا احنا بنرص الجلاش كده من غير ما ندهن اي حاجة، بنرشه كده بنفرشه في الصينية اهي زي ما احنا شايفين اهو. وهنحط الطبقات دي كلها فوق بعض بالتساوي. طبعا كده فرشنا كده الجلاش كله في الصينية. يعني هي خفيفة جدا والله وسهلة، يعني ما فيهاش لا جهد ولا وقت، يعني انت ممكن تحضرها للأسرة على طول. يعني كل اللي هنحتاجه بعد كده كوباية لبن قطر، مش هنحشيها اي حاجة المرة دي، احنا مش هنحشيها اي حاجة. طبعا كده فرشناها، هنجيب السكينة وهنخرطها قبل ما ندهنها اي حاجة. طبعا بتقطعيها وهي لسه ما عملناش فيها اي حاجة اهي، زي ما احنا شايفين كده متقطعة، تقطع اللي انت حسب التقطيع اللي انت عايزاه. بنعمل ايه بعد كده؟ بنجيب ايه؟ نص كوباية سمنة، يستحسن تكون سمنة بلدي، وبنرشها كلها. زي ما احنا شايفين كده، بنحرك الصينية، عايزين هيئة الساقة كده كلها لوحدها. بسم الله ما شاء الله عليها. عايزينها كده كلها تتشرب سمنة، اي سمنة، بس بقى بالسمنة البلدي طبعا، مش هتبقى حكاية، يعني هتبقى حكاية بالسمنة البلدي. طبعا انا مولعة الفرن اللي بشتغل فيها عشان يتحمل. زي ما احنا شايفين كده كلها اتشربت اهي. بسم الله ما شاء الله. لازم نسقيها كده كلها. ايوه 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 كده. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. دي من غير بتبقى محشيه اي حاجه خالص، يعني مجرد بس ان انا فرشت الجلاش، ومجرد ان انا حطيت ايه عليه السمنه، يعني قطعتها في الاول. زي ما احنا شايفين كده، ما بتاخدش في الفرن يمكن اقل من 10 دقايق، لان انت عارفين الجلاش على طول مسافه ما بتحطيه، مسافه ايه ما بتطلعيه، على طول بيتحمر. بعد كده ايه الخطوه الثانيه اللي احنا هنعملها؟ عندنا بقى ايه؟ كوبايه لبن بارده، هنرش ايه؟ هنسقيه اهو. بسم الله ما شاء الله. زي ما احنا شايفين كده. اللهم صل على النبي. ليه نشتري الحاجات دي من بره وانت يعني اصلا بتعرفي تعمليها، وهتعمليها احسن ما تشتريها؟ ايه بقى اللي هنعمله تاني؟ طبعا احنا عملنا، عارفين القطر العسل، وعلى القناه قبل كده انا كنت منزله فيديو ازاي نعملها، او كوبايتين سكر على كوبايتين ميه، يعني كل ما تحطوا كوبايه سكر تحطوا كوبايه ميه. طبعا احنا عملناه اهو. وايه هنقوم ايه؟ هنسقيه بشويه عسل اللي هو قطر العسل. طبعا كده حضرت، يعني عملنا كوبايه اللبن، عملت لها كوبايه القطر، وهنسيبها ايه؟ تبرد، وبعد كده هنقطعها مع بعض. والله بتبقى احلى وانضف من اللي انت بتشتريها من المحلات، وارخص، ما بتتكلفش. اللبن عندك، السكر عندك، ممكن يكون عندك جلاش، كل الحكايه هي لف الجلاش بنعملها وبنرد الاسره بيها، بس بتبقى جميله. نستنى بقى عليها كده لما تبرد. يلا كده يا حبايبي، اكون انا خلصت احلى صينيه زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. وشايفين مكان اللبن، تسقيها لبن وتسقيها القطر، بتبقى طريه ومقرمشه كده من فوق وجميله. طبعا بنحطها هنا في التقديم اهي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. احلى صينيه جلاش حلويات بتبقى في المناسبات، وممكن تتقدم في رمضان على المائده، مائده الحلويات طبعا. بتتحط جنبهم، بتبقى برده جميله جدا. وزي ما احنا كده شايفين، قطعنا منها طبق للتقديم اهو، والبواقي في الصواني، هي الصينيه لسه فيها. بسم الله ما شاء الله. يعني تكلفتها ايه؟ تكلفتها
جلاش، واكيد اكيد كان عندك جلاش طبعا، واللبن بيبقى موجود. فما بتتكلفش والله، ولا فيها حشو ولا فيها اي حاجه، بالعكس جميله جدا، وتبقى خفيفه جدا على المعده ومورقه يعني يعني انا مهما اقول انا عملتها كتير جدا، بس ما عملتهاش بصراحه على القناه، يمكن عشان كده قلت ايه ان انا اجيب لكم الطريقه بتاعتها وتعملوها زي ما انا عاملاها. وبحب ان انا اساعد بها طبعا الاسره، انا عندي هنا بيحبوها جدا، تنفع فطار وعشاء وتبقى مقرمشه من فوق كده وطريه جواها طري. فانت تمشي مع المقادير اللي انا عاملاها، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، هتاكلي احلى صينيه من عمال ايدك. ليه نشتريها وتبقى غاليه؟ طبعا احنا عارفين سعر الاسعار غاليه، ليه نشتري بقى الحاجه غاليه واحنا بنعرف نعملها في البيت؟ وكمان انت لما تعمليها هتبقى احسن من يعني من بره خالص، والله العظيم عن تجربه بجد. يعني احنا بنعمل الحاجه في البيت انضف وتحت عينيكي، وانت عارفه انت بتعملي ايه، غير لما بنشتريها من بره ما احناش عارفين ايه يعني. دي بتبقى طبعا انت لو انت عندك سمنه بلدي، عندك حسب الرغبه بتاعتك يعني سمنه، بس هي بتبقى جميله جدا بالسمنه البلدي بصراحه يعني. فعشان كده انا بحب ان انا اعملها ايه بسمنه بلدي، بتكون جميله جدا يعني، ما تفرقهاش عن بتاعه المحلات واحسن منها كمان. بسم الله ما شاء الله. واقول لكم ايه بقى، طولت عليكم الفيديو، اقول لكم ايه، اقول لكم كده اشوفكم ان شاء الله كده يا رب في فيديو اخر من مطبخنا الشعبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.